اسمع، بكرة إن شاء الله بدي أسوي شغلة جدا جدا أسطورية. يا ساتر يا رب، وشنو بدك تسوي بكرة إن شاء الله؟ لما يجي بكرة رح تعرف بإذن الله. لا بترجاك خبرني الحين شنو بدك تسوي، ترى حمستني أكثر مما تتصور. قلنا بكرة، شنو أنت ما تفهم؟ طيب مثل ما بدك، بس والله حاسس حالي جدا متحمس لحتى أعرف أنت شنو بدك تسوي. بكرة إن شاء الله تعال لبيتي الصبح ورح أقول لك كل شيء. تمام اتفقنا إن شاء الله. بكرة أول شخص راح تشوفه باليوم هو أني، وراح أجي لحتى أعرف أنت شنو بدك تسوي إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام عليكم، تصبح على خير. بس شنو بده يسوي بكرة الله أعلم. عم يقول إن بكرة بده يسوي شغلة أسطورية، بس شنو هي العلم لله. يلا بكرة إن شاء الله راح أروح لبيته وراح بشوف شنو راح يسوي. والله ما أدري يا أخي، أنا بعرف هذاك الشخص دائما يسوي شغلات غريبة عجيبة، بس بإذن الله بكرة راح أكشف السر أو راح يقول لي شنو بده يسوي إن شاء الله. يلا بس والله ماني قادر أنتظر لبكرة، حسس حالي جدا جدا متحمس، بدي أعرف هو شنو راح يسوي. الله أعلم. يلا على كل حال، يلا من هنا لبكرة بإذن الله راح أعرف شنو الموضوع. يلا مباشرة قبل حتى لا افطر وقبل ما اسوي اي شيء، خليني اروح لصديقي لحتى اعرف هو شنو بده يسوي باذن الله، وشنو هي الشغلة الاسطورية اللي كان عم يتكلم عليها بالامس. يلا 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 بس خليني انا ادق عليه زي كذا. يلا بسم الله. صديقي انا جيت. يلا جاي. يلا يلا تعال يلا يلا الحين لحظة الحقيقة، بدي اعرف هو شنو راح. صباح الخير. صباح النور. انت شنو مسوي بحالك؟ ليش لابس لبس طيار؟ شنو الموضوع؟ هلا رح تعرف شنو هي الشغلة الأسطورية اللي قلت لك عليها. والله اني جدا متحمس، بس شنو علاقة الشغلة الأسطورية اللي قلت لي عليها بهذا اللبس اللي لابسه؟ ليش لابس لبس طيار؟ شنو الموضوع؟ لا تكثر أسئلة، رح تعرف كل شيء. اوكي تمام، يلا يلا انا عم بنتظر. يلا انتظر خليني أقفل الباب. يلا تمام يلا. يلا الحين اتبعني. وين بدي اتبعك؟ وين بدي اتبعك؟ خير ان شاء الله. لا تسأل أي سؤال واتبعني. تمام مثل ما بدك. يلا والله غريب يا اخي هذا الولد على شنو ناوي بالضبط الله اعلم، بس خليني اتبعه وبشوف ليش لابس لبس طيار الله اعلم. لحظة واحدة بس، شنو هذا اللي قاعد اشوفه قدامي؟ طيارة؟ يا ساتر يا رب، اي والله طيارة. هي صديقي، انت من وين جبت هاي الطيارة؟ ما عليك بهذا الشيء. لا شلون ما علي يا اخي، ترى هاي طيارة موضوع مو سهل ابدا. انت شلون قدرت انك تجيبها؟ سرقتها من المطار بالأمس. سرقت طيارة من المطار؟ يا ورع ترى انت سويت مصيبة، هلا اذا مسكوك راح تروح للسجن. المفيد انت لا تتكلم وما راح يمسكني اي واحد. طيب يا اخي سرك كبير، ما راح اقول لاي شخص انك سرقت طيارة من المطار. طيب الحين شنو بدك تسوي بالضبط؟ الحين بدي اطلع انا وانت بجولة بالطيارة. اني بدي اطلع بجولة بالطيارة؟ لك لو شنو ما سويت مستحيل اني اركب هاي الطيارة ابدا. وليش؟ لان جواب هذا السؤال جدا سهل. انت بحياتك سقت طيارة؟ لا ما جربت ابدا. طيب لكان شلون بدك تطلع فينا رحلة بهي الطيارة وانت ما سقتها بحياتك ابدا؟ شنو انت بدك تموت ولا ايش؟ لا تخاف ما راح يصير اي شيء، انا بضمن لك. لا بدون ما تضمن لي يا اخي، اني قلت لك ما راح اصعد على الطيارة يعني ما راح اصعد. يا اخي انت ليش جبان؟ ما راح يصير اي شيء. قلت لك لا يعني لا، لو شنو ما سويت. اسمعني شنو بدي اقول. خير ان شاء الله انا عم بسمعك. يلا بس ما راح تقدر تغير لي رايي ابدا. راح اسوي جولة بالطيارة قدامك لحتى تتأكد اني بعرف اسوقها. لا أنا بنصحك إنك ما تسوي هذا الشيء، هذا الشيء خطير يا أخي، خليك بعيد عن هذا الموضوع أحسن لك. أنا عم بتكلم كذا مشانك ولا مصلحتك؟ أنا بعرف مصلحتي أكثر منك. يلا شوف. يا ساتر يا رب، يا ولد لك اللي عم بتسويه خطير. ارجع اللي عم بتسويه خطير. شلون بدك تسوق طيارة؟ يا ساتر يا رب، إن شاء الله بس إنها ما تصير مصيبة. خليني بس أتبعه وبراقبه. لحظة، والله قاعد يطير بالطيارة بدون أي مشاكل. والله ما توقعت أبدا إنه يعرف يسوق الطيارة، عم يسوقها باحترافية كمان. يا ساتر يا رب. يلا بس ما راح يسمعني، أنا متأكد إنه ما راح يسمعني من هذا الارتفاع. يلا انزل. كافي يا أخي، كافي. شفتك أنت بتعرف تسوق الطيارة، بس والله بس مو عم يسوقها بس محترف فيها كمان. يلا أوكي تمام، بس هي إمتى راح ينزل؟ والله ما أدري. صديقي يلا انزل. كافي خلاص يا أخي خلاص. يلا انزل. لحظة، والله نزوله بعد بالطائرة كان خرافي.
والله شيء خرافي بصراحة. يلا خليني هلا بروح اتكلم معه. يلا يلا خلاص 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 يا طيارنا الجديد. يلا بسم الله تمام. والله يا اخي كفو عليك، قدرت انك تسوق الطيارة بدون اي مشاكل. إيه قلت لك الموضوع جدا جدا سهل. يلا الحين بدك تصعد معي أو لا؟ لا، حتى بعد الشيء اللي سويته وحتى بعد ما سقت قدامي الطائرة بدون اي مشاكل اني ما راح اصعد معك. كنت متأكد إنك جبان. طيب خليني جبان ما في اي مشكلة، بس ما راح اخاطر بنفسي. ليش؟ لان اسمع، انت ما عندك خبرة بسياقة الطائرات وهذا الموضوع جدا صعب، ممكن انه يصير اي شيء. شفت قدامك سقتها وما صارت أي مشكلة. ايه، مو معناتها ما صارت مشكلة مرة يعني انك راح تقدر تسوقها بدون اي مشاكل. اسمع، يمكن انه يصير اي شيء، اني بنصحك بعد انك ما تسوي هذا الشيء مرة اخرى، فهمان؟ ما دخلك فيني. يلا الحين بدي أرجع لطائرتي. يا ساتر يا رب، بده يرجع يسوق الطائرة من اول وجديد. يا ساتر. يلا يا اخي خليني اني موجود هني تحت وبظل اراقبه احسن من اني اصعد معه. ايه اني راح اكتفي بالمراقبه، راح اظل اراقبه هني احسن من اني اصعد معه. يلا بسم الله. بس خليني اشوف. لحظه، والله قاعد يرتفع اكثر من اللازم، كأن ارتفاعه قاعد يزيد شوي شوي، ولا اني غلطان؟ اي والله يا ولد، هي اللي عم بتسويه خطير. انزل، انت قاعد ترتفع اكثر من اللازم. يا ساتر يا رب، بس ما عم يسمعني. بس أنا متأكد إن ارتفاعها صار جدا عالي، لك صار أعلى حتى من المدرسة. يا ساتر يا رب. وات؟ شنو اللي عم بيصير؟ ولد ترى عم تطير بارتفاع أكثر من اللازم، قلت لك انزل، في خطر على حياتك. هي وات؟ ما عم يقدر يسمعني أبدا أبدا. يا ولد يا ولد، لحظة، شنو اللي عم بيصير؟ يا ساتر يا رب، كأنه مو قادر يتحكم بالطائرة. أتوقع إن عم يواجه مشكلة فوق. إيه أنا متأكد إنه عم بيواجه مشكلة، بس شلون راح يقدر أساعده؟ ما في عندي أي طريقة، ما عندي أي حل. كأنه قاعد يسوي مشكلة. ليش وصل لهذا الارتفاع وبنفس الوقت الطائرة قاعدة تعوم بنفس المكان؟ والله ما أدري. لحظة لحظة، لا 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 لا، طاح من الطائرة. خلي بس اروح اتفقده، لحظة واحدة بس. اي والله طاح من الطيارة مثل ما كنت متوقع بالضبط. ثواني، لحظة. يا ولد يا ولد، شنو اللي صاير معك؟ انت بخير ولا شنو؟ هي ممكن تجاوبني؟ لحظة، عم تسمعني ولا ايش؟ إيه عم بسمعك. يا اخي شنو اللي سويته لك؟ شنو اللي سويته لك؟ مو قلت لك الطائرة خطر؟ ليش ما رديت علي؟ ليش؟ ما أدري، أتوقع إن رجلي انكسرت. اكيد يا اخي، لك احمد ربي ان رجلك بس اتكسرت وانك ما متت. شنو اللي صاير يا اخي؟ يلا الحين بدنا ننقلك للمستشفى. وهي الطياره اعطيني، لا هي بس انزل لحظه، ثواني، اعطيني اياها. هي الطياره بدي اخذها. ثواني بس، ثواني، لحظه لحظه. هي كسر الطائره يا اخي، كسرها. ليش مو راضيه تتكسر؟ اي والله ما ادري يا اخي. المهم لا تصعد عليها ابدا ابدا، فهمان؟ ما راح أصعد عليها أبدا أبدا. يلا الحين يلا ظل بهذا المكان، لا تتحرك ولا تتعب نفسك ابدا ابدا لبين ما اروح اجيب شو اسمه، اجيب سياره الاسعاف وبرجع. طيب بس بترجاك لا تطول. لا ما راح اطول، ما راح اطول. ثواني بس، يلا خليني بس اروح وبجيب له سياره الاسعاف. يا اخي والله ما ادري ليش ما سمع مني. لك اني كنت متوقع هذا الشيء، وفوق هذا كله كان عم بيطير على ارتفاع جدا عالي، بس الحمد لله انه مرت سليمه وما مات وانكسرت رجله بس. يلا خليني بس اجيب له سياره الاسعاف. هذا هو جزاء، او هي عقوبه الشيء اللي تسويه وانت ما عندك علم او خبره فيه. ايه كان راح يموت، كان راح يروح فيها. يلا بس خليني اجيب له سياره الاسعاف وما اطول.